هنا لا باقي الوقت نعطي واحد الكيكه بالطبقه المقرمشه بها تفضلي. هي تجي زوينه. عندي في المقادير 2 ديال البيضات، قريصه ديال الملح، وعندي ساشي ديال الفاني، نص كاس ديال الزيت ديال الكاس دائما القيس ديال الكاس المعلوم. فكرنا هذاك الكاس المسكين خدم معانا اللي تلفات ما دير العبر لا ميزان مشعل الكاس فعلا. ولا وملي بدعوا فيه وبداو كيزيدونها الكبير السؤال كترجعي كتمشي غير هذاك هو اللي بحال هذاك هو اللي كنشدوا به العبار كيصدق لينا به. انا راه شاريه منهم بكي ديك القدام لا فعلا مخبيهم في البلاكار لا تمشي يجي واحد نطلع نجبد الاخر. قلت نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السنيده ونص كاس ديال الحليب وخماره وحده ديال الحلوى. الدقيق عندي نحط حدايا 150 غرام. صافي هنا كيف العاده تنطرب داك البيض مع داك القرصه ديال الملح والفاني والسنيده مزيان يطلع ليا مزيان. عاد تنضيف داك الزيت وانا تنطرب تنضيف داك الزيت بشويه تنضيف صافي تنحيد الطراب وتنضيف الحليب وتنضيف داك الدقيق بشويه هو وداك الخماره صافي. وتنديرو هنايا تناخد اللي عندها المول مربع ديرو، اللي ما عندهاش تاخد دير غير اطار في اللاطه وتتخويها في داك الاطار وتندخلوا الفران. هذا 10 دقائق تكون طيب لان ما تجيش طالعه بزاف. فهمتينا اختي سناء؟ ما تجيش الكيك طالع بزاف. صافي هنا غادي ندوز في كاسرونه غندير كاس ديال السنيده وغادي نخليها حتى تذوب ليا فوق البوطه. من بعد تنضيف لها واحد المعلقه صغيره ديال الزبده وانا ناقصه من العافيه حتى تذوب ليا داك الزبده مع التحراق. واخا تنشوفوا تحجر ما نخافوش منه نبقاو نحركوا راه تيذوب. صافي هنا تنضيف واحد ياغورت بالنكهه ديال الكراميل تنحرك كلشي مزيان صافي نحيدو من العافيه. وهنا تنضيف ليه من تنحيدو من العافيه وتنحطو تناخد في مقله تناخد داك ملي تنخوي بعدا من داك الكاسرونه داكشي اللي كيبقى ليا في الكاسرونه تنضيف ليه شويه ديال الحليب وتنحركو مزيان تيولينا تيبان لك بحال الحليب مع القهوه. فهمتينا اختي سناء؟ صافي ملي تنخرج الكيك تنسقيه بهاد اللي زدت فيه الحليب تنسقيه به صافي تنسقي داك الكيكه مزيان. وهنا تناخد واحد 100 غرام من داك الكريمه. انا غير بغيت ندير داك الكريمه غير بغيت نديرها يعني اختياري في الكيك. اللي ما بغاش يديرها راه ما يديرهاش. تطلعيها واحد 100 غرام ديال الكريمه سائله تطربيها مزيان وتديرها من تسقيها تديرها فوق من داك الكيك. من بعد تناخذوا داك رقائق ديال الذره اللي عاديين ماشي اللي بالالوان. عرفتي ما اختي سناء؟ تناخذ 150 غرام وتنديرها في اللاطه وتدخلها غير شويه تحمر ليا في الفران. صافي تنضيفها لداك الكراميل اللي وجدت تنخلطها مزيان وصافي تنجي فوق من داك الكريمه وتنبدا نوزع في هاد الرقائق ديال الذره اللي درنا بالكراميل تنوزعها مزيان غير بشويه حيت مع درنا الكريمه نهزو غير بمعلقه ونبدا نحطو بشويه تنكمل داك المربع كامل صافي وتندخلها حتى تتشد راسها وتنخرجها ما تشبعيش من اختي سناء تجي لذيذه وتشكل والمذاق. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. كنشكرك بزاف. نتمنى نكون وصلت هاد الوصفات ونتمنى يديروهم ويردوا علينا الخبر كلهم زوينين ومجربين. اكيد ان شاء الله غادي يجربوهم. مستمعات راه كيبلغوا لك سلام لاله فاطمه مكناس وملكه ام وئام ونعيمه ام اخلاص من جراده ولطيفه ابو قاسم وكذلك المستمعه اسماء ام ادم. والله كلهم تيبلغوا لك سلام تبارك الله عليك وعلى الوصفات ديالك مجربين. مرحبا وتوحشنا النصائح بس ما قلت لي توحشنا النصائح ديال ليلى فاكيد ان شاء الله ان شاء الله عما قريب كاين الخير المزيد من النصائح المنزليه والمطبخيه كيف ما عودتنا ان شاء الله. فشكرا لك بزاف ليلى نشوفك على خير ان شاء الله فرصه مقبله وصفات ان شاء الله جداد نتمنى تكونوا سجلتوهم معنا لديك